حب النفس ماهوش قواعد نطبقوهم أو تصرفات معينة تخلينا نبدأ ونحب رواحنا. ماهوش مجرد توكيدات تكرريهم قدام المراية. حب النفس هو رحلة تخوضيها في أعماق نفسك، تشوفي هذا النفس كيفاش راكي تعامليها. هل راكي تعطيها قيمتها ولا دايما تحمليها فوق طاقتها؟ في هذا الفيديو راح نحطك في مواجهة مع نفسك، وراح تشوفي وش تعني لك نفسك بالضبط وفي وش راكي مقصرة معاها، فتابعيني للأخير. بزاف منا يخلطوا بين حب الذات والأنانية، لدرجة أنه الوحدة فينا تحس بالذنب إذا فكرت في راحتها. لكن الحقيقة كاين فرق كبير بين حب الذات والأنانية، والفرق هو اللي يخليك تعيشي متوازنة ولا تعيشي ضحية. حب الذات هو الشيء اللي لازم كل وحدة فينا تخدم عليه باش نقدروا نقدموا للآخرين بلا ما نستنسفوا أنفسنا. تخيلي روحك راكي راكبة في طيارة، أول حاجة يقولوها في تعليمات السلامة هي إذا طاح ماسك الأكسجين ديريه لروحك انتي الأولى، ومن بعد عاوني اللي قدامك حتى ولو كان وليدك. علاه؟ مشي خاطر أنانية، خاطر لو كان يدوخ راسك ما راح تسلكي لا روحك لا اللي حولك. هكذا في حياتك اليومية. حب النفس هو أولوية، فالمرأة اللي تحب روحها هي المرأة اللي عمرت كاسها بالراحة والتقدير، حتى يفيض هذاك الكاس على اللي حولها، دارها، ولادها، زوجها، بكل عفوية، مشي بالتزيار ولا بالتضحية ولا فوق القلب. فأنك تحبي ذاتك مش أنانية. الأنانية حاجة واحدة أخرى كامل. الأناني هو اللي يحب يدي من عند الناس باش يعمر الفراغ اللي الداخل، هو اللي يحوس يربح حتى ولو خسروا قاع اللي دايرين به. بس حب الذات هو اكتفاء. كتحبي نفسك راح تولي تمدي من قلبك، تمدي وانتي قوية مشي وانتي ميتة بالتعب، وتستني وقتاش يرجعوا لك الجميل. حب الذات هو أنك تكوني الأم الحنينة لنفسك، تطبطبي على كتفك كي تغلطي وتقولي معليش غدوة خير، وتكافئي روحك على أبسط حاجة درتيها. هذه هي اللي تخليك تمدي الحب بلا ما تفقدي روحك في الطريق. ففاقد الشيء لا يعطيه. لكن ما حبيتيش روحك، الحب اللي تمديه لوليدك ولا لراجلك راح يكون تضحية تنتظري المقابل منها، وهذا يتعبك ويتعبهم. بصح كي تحبي نفسك تمدي بلا ما تستني المقابل، لأنك أصلا راكي شبعانة من الداخل. فلازم توازني في العطاء تاعك. تخيلي العطاء كيما الري، لو كان تسقي الوردة بزاف راح تغرقيها وتموت، ولو كان تقطعي عليها الماء راح تيبس. والتوازن هو أنك تعرفي وقتاش تفتحي الروبيني ووقتاش تبلعيها. في مجتمعنا كبرنا على فكرة بلي المرأة الفحلة هي اللي تمد كلش، اللي تضحي على جال العائلة، واللي ديما تقول إيه وما عندهاش الحق تقول عييت ولا انضريت. بصح الحقيقة هي أنه العطاء بلا توازن يولي استنزاف. كتبقى غير تمدي وتمدي لولادك لراجلك لناسك بلا ما تستقبلي من عندهم ولا شيء، راح يجي نهار وين تكلاطي، تولي عصبية مقلقة على أتفه الأسباب، باسكو راكي محملة نفسك فوق طاقتها وما كيش عطيتلها الفرصة أنها تستقبل من الآخرين أو تقدم لنفسها. فأول مظاهر حب النفس يبدأ كي تفهمي بل العطاء لازم يكون متبادل، بالتقدير، بالكلمة الطيبة، بالاحترام. كي تمدي الواحد وهو يقابل عطائك بالإهمال أو يولي يشوفه واجب عليك، هنا لازم تحبسي. مشي قساوة قلب، بصح باش تعلمي هذاك الشخص بلي وش راكي تديري هو لطف منك مشي فرض. توازن هو أنك تعطي مجال للآخرين باش حتى هما يمدولك، لكن دايما انتي اللي تديري كلش، ما راحش تخليهم يتعلموا المسؤولية، وراح تولي انتي هي الخدامة على الكل ويولوا يدوا منك فقط. كي توازني عطائك راح يخرجوا الناس الاستغلاليين من حياتك، وراح يبقاو معاك الناس اللي صح يحبوك لشخصك، مش يحبوك باش يستفادوا منك. ثاني حاجة، تقبلي شكلك كيما خلقه ربي، تقبلي عيوبك قبل مميزاتك. ما تظليش مقابلة ذيك المراية لهني في داير هكا، شوفي الكرش بدات تخرج، وجهي راهو معمر حب، وكأنك راكي تشوفي في عدوتك مشي في روحك. ومن بعد يغيظك الحال نهار اللي يجي واحد يقولك مشي شابة ولا يقولك نيفك كبير، ما انتي أصلا راكي تقولي هكا لروحك. إذا انتي نفسك ومرحمتيهاش وجرحتيها، شكون اللي راح يرحمك
والله صدقيني، المرأة اللي مشي واثقة في شكلها وشايفة نفسها مشي شابة، كامل راح يشوفوها مشي شابة، حتى ولو كانت ملكة جمال. فتقبلك لشكلك مهم بزاف، وكل ما حبيتي شكلك كل ما نور وجهك، باسكو نفسك داخليا راهي راضية، وإحساس حبك لشكلك راح يوصل للناس، وراح يشوفوك واو حتى ولو كنتي عادية. الآن حنحكوا على كيفاش تكوني أم لنفسك. بزاف منا كبروا مع أم كانت قاسية ولا كانت باردة عاطفيا، أو بلا كانت هي أصلا مجروحة وتعاملت على حساب ما عاملوها. كل ما تروحي تجري لعند يماك وانتي فرحانة بحاجة درتيها، تقابلك بورود، ولا بكلمة روحي خطيني راني عيانة، ولا كل ما تبكي خاطر طحتي ولا انظلمتي تسمعي باللي فمك ما كاين والو على راك تزيدي عليها. هنا هذا الطفلة الداخلية وش تتعلم؟ تتعلم باللي مشاعرها مش مهمين. تكبر هذا الطفلة وتولي تلبي طلبات الناس كامل باش يحبوها، وتولي هي العدو الأول لروحها، تعامل نفسها بنفس القسوة اللي عاملتها بها يماها. باش تكوني أم لنفسك وتعوضي هذا النقص، لازم تديري ثورة على هذيك التربية. أول خطوة هي الاعتراف بالمشاعر. كي تحسي بروحك ضايقة ولا حابة تبكي، ابكي، عبري، ما تكبتيش مشاعرك. ثاني حاجة هي الحماية. الأم الحقيقية هي اللي تدافع على بنتها. كي يجيكش واحد يظلمك ولا يطيح بيك وانتي تسكتي وتخلي حقك، راكي تعاملي في روحك كيما كانت تعاملك يماك. فالأمومة لنفسك هي كي توقفي وتقولي حبسي، هذا الحاجة ما نتقبلهاش. ثالث حاجة التدليل بلا شروط. يماك بالك كانت تحبك غير كي تكوني عاقلة ولا ناجحة، انتي كوني أم تحب روحها حتى وهي فاشلة ولا عيانة. طيبي لروحك حاجة تحبيها، شري روحك كادو وردة، المهم قدمي لنفسك حب غير مشروط. تعويض حنان الأم مشي حاجة سهلة، بصح هي ممكنة. كي تولي انتي المصدر تاع الأمان لروحك، ما راحش تبقاي تجري مورا الناس وتتسولي منهم كلمة شابة، راح تولي مكتفية. خطر هذيك الطفلة اللي كانت تبكي داخليا لقات أخيرا الحضن اللي يلمها، لقاتك انتي الواعية اللي قررت تكون هي الأم اللي كانت تتمناها. الآن وصلنا لأكثر حاجة تدمر لك علاقتك بنفسك وحبك لها، وهي إرضاء الآخرين ولو على نفسك. كي تتحملي حاجة تكرهيها غير باش ترضي الناس، راكي تديري في مقايضة خاسرة، راكي تبيعي في راحتك وصحتك باش تشري حب وتقييم من عند الناس. الناس اللي كانوا يلفوك دايما تضحي على جالهم، راح يشوفوا تضحيتك واجب مش مزية منك، ونهار اللي تعياي وما تقدريش تمدي وهم الأولين اللي يلوموك. فتعلمي تقولي لا للحاجة اللي فوق طاقتك. قولي ما نقدرش بلا ما تبرري بزاف. إذا ما قيمتيش نفسك ما راح يقيمك حتى واحد، حتى ولادك. صدقيني ولادك ويحقروك لو كان تقدمي فوق حدك. فخسري الكل وما تخسريش نفسك. والإنسان اللي يزعف منك خاطر حطيتي حدود لراحتك، هذا إنسان مستغل وما يحبكش. فإنك تحبي نفسك مش أنانية بل أولوية. كوني أنت السند لروحك، حطي حدود لراحتك، وآمني بلي قيمتك راهي في كونك أنت، مشي في شحال راكي تقدمي للناس. شكرا حبيباتي على حسن استماعكم، إن شاء الله يكون عجبكم الموضوع. خلولي رأيكم في التعليقات، وإلى اللقاء.